فيديو النهاردة هيبقى مختلف شوية. هنعمل فيه حلو بس الكلام اللي فيه مش هيبقى حلو، لاننا هنتكلم فيه عن الترند اللي قالب الدنيا حرفيا، بتاع الزوجة اللي ضربت حماتها. نسمي الله ونشوف هنقول ايه مع بعض. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ما يشتركش، واللي ما تابعنيش على صفحة الفيس ما يتابعنيش، مش مهم. انا المهم عندي في الفيديو ده اللي بيتفرج عليه او بيسمعه يا ريت اشوف في التعليقات بتاعته رأيه ومقترحاته، وانا بحترم النقد البناء. لو حد هينتقدني في اي شيء مفيش مشكلة. تعالوا بقى نشوف هنتكلم ونقول ايه مع بعض. اول حاجة انا هتكلم فيها عن موقف الزوجة. غلط غلط غلط. مهما كان الضغط النفسي او الظلم او القهر اللي انت تعرضتي له، ما ينفعش ان انت تمدي ايدك على حماتك. مش هنقول حماتك، على ست كبيرة. احنا عشان تربيتنا كلنا عارفين يعني ايه احترام السن الكبير. ملكيش اي مبرر، ملكيش اي اسباب ان انت تمدي ايدك بالشكل المهين ده على ست كبيرة، ايا كانت هي مين بالنسبة لك. وحماتك يعني في مقام والدتك. كده انت غلطانة، لانك في اساليب كتيرة باحترام وبادب وباخلاق تقدري تاخدي حقوقك بيها. بمعنى تعتزلي يا شيخة من يؤذيكي، ما تتعامليش مع حد. اتجنبي كل بني ادم حاول يأذيكي ويظلمك. بادب وباخلاق. اقعدي في بيت اهلك معززة مكرمة وهم يجيبوا لك حقك. شوفي في بلدكم حد كبير يجيب لك حقك. اطلعي ابسط الامور على اي اسم، اقرب اسم هو اللي يجيب لك حقك وهو اللي يقول لك تتوجهي ازاي. لكن تمدي ايدك بالشكل المهين ده، لا، ده اللي مش مسموح بيه، وده اللي الكل مغلطك فيه للاسف. وانت بطريقتك دي ضيعتي اي حق ليكي قصاد اللي انت عملتيه. دي اول حاجه. بالنسبه للحاج ام حنان ولا الحاجه حنان اللي انت صممتي ان انت تسمي حفيدتك على اسمها، اولا يا حاجه الكل بيعتذر لك عن ضرب مرات ابنك ليكي، بس عايزه اسالك سؤال. انت طلعتي في كام فيديو كده بتقولي ده هي مرات ابني مفتريه عايزه اكل وشرب وفلوس. امال هي هتعوز ايه يا حاجه؟ لو ما عايزتش اكل وشرب هتعيش بالطاقه الشمسيه مثلا ولا ايه؟ امال هتعيش ازاي؟ امال هتعيش ازاي؟ وتقول احنا حدانا في الشرقيه مرات الابن هي اللي بتنضرب، مش هي اللي بتضرب. هو انت حضرتك زعلانه عشان انت كنت المفعول به مش الفاعل؟ برضو مش فاهمه برضو. انت يعني ارائك في الفيديوهات خلت الناس بعد ما كانت متعاطفه معاكي لا دلوقتي ضدك يعني. فانا معرفش اسلوبك في الكلام مستفز جدا. ايا كان اللي اتعامل معاكي وايا كان ما كلنا مغلطين مرات ابنك، بس انت شخصيه مستفزه. وارجع اقولك الغلط لا عليكي ولا على مرات ابنك. تعالوا بقى للكتكوت الكبير، الزوج. احب اقول لحضرتك يا فندم، يا حاجه حنان، ان اللي كان عايز العلقه اللي انت خدتيها دي بصراحه ربنا ابنك، لانه مش راجل. يعني ايه يا ابني انت سايب مراتك وسايب بنتك وبتبعت المصروف على امك عشان تتحكم في مراتك، تديها الفلوس باستئذان، تطلع شقتها باستئذان، تطلع معرفش ايه باستئذان، ابسط حقوقها كلها باستئذان. لما انت مش راجل ومش عارف تحكم ومش عارف تمشي الدنيا، بتتجوز ليه؟ سايب مراتك ليه؟ ما خدتهاش معاك ليه؟ ما قعدتش معاها ليه؟ انت السبب في كل اللي حاصل ده، وانت اللي كنت محتاج العلقه دي، لانك سايب الدنيا واضح انها سبهلله، وسايب ان امك تتحكم في بنات الناس بدون وجه حق، برغم ان هي اكيد مش هترضى على اللي هي بتعمله ده في بنت من بناتها، ولا انت هترضى على اخت من اخواتك. ما ينفعش. حضرتك فين؟ انت متخيل ان انت كده راجل لما تهين مراتك؟ انت راجل لما ما تراعيش نفسيه مراتك وتعبها؟ انت كده هتبقى راجل لما تدور على اخطاء مراتك وتشير لها فيديو تفضحها وتوري الناس امك وهي بتنضرب؟ انت كده هتبقى راجل لما تمحي شخصيتها؟ انت كده مش راجل، انت السبب في اللي امك وصلت له ده. تاني حاجه، انت جالك قلب ان انت تشير الفيديو وتنزل عليه اغنيه عسل اسود؟ انت ليه حسستني ان اللحظه ان احنا واقفين في ميدان التحرير؟ عسل اسود اللي له علاقه بامك انها انضربت وانسحلت؟ ناقص ان انت تكون بتدور على عدد اللايكات والتعليقات. ده انت مصيبتك مصيبه اكتر من اللي مراتك عملته. دور على حلول للامور الاول قبل ما تدور على انك تفضح امك وتفضح مراتك. انا من وجهة نظري بقى يا جماعة، اللي انا شايفاه على قد ما مراته غلطانة وضيعت حقوقها، الزوج هو الغلط الاكبر والاهم في الموضوع. لو هو حالل كل حاجة ما كانش الامور وصلت لكده.
وألف شكر والسلام عليكم، وده رأيي.